بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من قناة نور الزراعة نحييكم. معكم مهندس محمد علي، استشاري أمراض النبات وبرامج التسميد جامعة عين شمس. النهاردة هنتكلم عن زراعة البطاطا. ميعاد الزراعة في شهر مارس إبريل اللي هو 3 و4، 3 وجه قبلي 4 وجه بحري. طبعا بنحرث الأرض حرث جيد، من 2 إلى 3 مرات حرث وتسوية. يحتاج الفدان إلى 20 متر سماد بلدي محلل، زائد 400 كيلو سوبر ناعم أو محبب، زائد 100 كيلو جبس زراعي، زائد 50 كيلو كبريت. يخلطوا مع بعض ويبدروا في الزراعة. وتخطط الأرض بمعدل 10 خطوط على القصبتين. الزراعة في وجود الماء. تغرس العقل من 25 إلى 30 سنتي طولها، 5 سنتي في الأرض. الزراعة مع وجود الماء، عقل أو ضرنات بطاطا. الزراعة في الثلث العلوي من الخط، بين الجرة والأخرى 35 سنتي ل 25 سنتي، من 25 ل 35 سنتي. التسميد بعد شهر من الزراعة 20 وحدة نيتروجين، 96 وحدة فوسفور. التسميد 2 شكارة ملح سويس أو 200 كيلو بوتاسيوم، زائد 10 لتر حمض فوسفوريك، دفعة على مرتين أو 3. ماشي. طبعا بيفضل ان احنا نحط جرعة اعفان جذور او جرعة مطهر فطري في اول رية، او حشري او فطري لوقاية من الامراض. رشة حشري، بعد كده رشة مغذي، وبعد كده رشة فطر، وبعد كده رشة اكاروسي، والتركيز على حشرة المن والتريبس. طبعا الري الأولى تكون رية خفيفة حتى لا يحدث أعفان للعقل، وتسوية الخطوط تسوية جيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.